واش بالغوات كنربي ولا غير كنفرغ غضبي في ولدي ونسميها تربيه؟ ولدي كمل 3 سنين، قلت هذه هي الوقيته نصاوب له بيتو، منها نفرحو بيه ومنها نكبر بيه. جبت المعلم حط ليه البيرو والسرير اللي مصوبين بعود زوين. المعلم سال خدمته، مشيت معاه حتى للباب، خلصتو وودعتو. رجعت لبيت ولدي وقلبي فرحان بكل ديكور صوبتو، ولكن لقيتو شاد ستيلو وبكل قوته سير خطط على العود اللي بحر حطيتو. انا بلا ما نشعر فقدت السيطره، غوت عليه وضربته وعلى يدي عطيته. وهو بدا كيبكي من الوجع اللي حس بيه، وانا كنبكي من الخوف اللي شفت في عينيه. سولت نفسي يا ربي واش اديته ولا درتلو شي عاهه في يدو. ديك الساعه ما بقى كيهمني لا خشب لا صباغه، بغيت غير ولدي يكون سالم وما تصيبو حتى اذى. مشيت توضيت وصليت وبالاستغفار ارتحيت. من تما خديت عهد مع نفسي، نهار يكون طالع لي الدم نضبط اعصابي وبكلمه الاستغفار نعمر لساني. من داك النهار ولاو ولادي الا غلطوا هما الاولى كيسبقوني ويقولوا استغفر الله العظيم ويضحكوا بكل عفويه. انا غير كنسمعها كنطلع ليهم ونجاوبهم بابتسامه عريضه اللي هي كلام يداوي وما يخلي جروح، تزرع الامان وتحيد الرهبه والخوف، تبني الثقه اللي تغلب كاع الظروف. اما المحبه تقرا في العين بلا حروف. من تما تعلمت باللي الغوات كيوصل الهضره ولكن الهدوء كيوصل المعنى. وانتوما شاركوني قصصكم وسبق لكم حسيتوا بالندم من بعد لحظه غضب مع ولادكم وكيفاش تجاوزتوها. وشكرا.